السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غاليتي صلوا سلموا كامل على رسول الله. وصفتنا لنهار اليوم بزاف رائعة. راكي تحوسي على كاطو بنين يتخدم على خطرة في السنيوة، سهل في طريقة التحضير، يقطع كمية كبيرة. كي حابة تروحي به ضيافة ولا حابة تديه في يدك ولا ديريه لوليداتك، انا نقولك صدقيني ابن والذ كاطو تجربيه في حياتك. يلا غاليتي نبداو بسم الله في وصفتنا. اول حاجه البنات، هنا عندي 250 غرام تاع مارغرين. انا استخدمت مارغرين ديما، على بالكم نحب نخدم مارغرين ديما خاطر بزاف هايله ووصفاتها ناجحين ونخدم بها كلش. البنات عمرها ما حشمتني، غير خدموا بها وتشوفوا النتيجه اللي تعطيها لكم. هنا نسحق 250 غرام، قلت لكم لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. عندي شويه اكثر على نص كاس تاع سكر عادي اللي هو سكر حبيبات، ونجي هنايا باش نخلطهم. شوفوا البنات، تحبوا تخلطوا اول حاجه بالفوي، ليكم الاختيار. تحبوا تخلطوا بالباتور كيما تحبوا، مهم تسهل لكم الخدمه وتكملوه بالخف. هذا الكاطو هو اصلا خدموه على خطره في سنيوه وقطعوه. عندي البنات هنايا 3 حبات تاع البيض، رايحه نجي نحط بالحبه ونخلط. ما تخافوش ديروا لها 3 حبات بيض، تجي تذوب في الفم وبنينه البنات رائعه. هكذا هذه الثانيه، ودوك نزيد هنا الثالثه. انا البنات في البدايه شوفوا بديت نخلط هكا بالفوي، ودائما نقول لكم اللي عندي بروبليم تاع كتفي ما نقدرش نخلط بزاف بالفوي. رايحه دوك هنا كي نكمل هذه الحبه الثالثه نروح نجيب الباتور ونسهل على روحي احسن واحسن. نتوما اللي تقدر يا زين يا مليح، اللي ما تقدرش تخلط يعني بالخلاط الكهربائي. فوالا شوفوا ها سهلت على روحي. وهنايا بالنسبه للبنات اللي يحبوا يجربوا هذه الوصفه، نقول لكم كي تبداو تحطوا في البيض تحسوا بلي هذاك البيض مفاصل لكم شويه على المارغرين، عادي كملوا الوصفه كيما عطيتها لكم وتشوفوا شحال ناجحه. هاني خلطتها، لازم برك نتاكد بلي هذاك السكر كامل ذاب لي. هنا رايحه ندير رشه ملح، 2 ملاعق كبار تاع زيت، يعني عبرتهم هذو 2 ملاعق البنات. عندي لافاني باش نعطر العجينه، تحبوا ديروا قشور القارص ديروا. ونجي هنايا نخلطهم مع بعض. ما تخافوش كامل من هاد العجينه البنات، قلت لكم كي تحسوها شويه هكا منفصله عادي الوصفه ناجحه 100% وبزاف بنينه. هاني خلطتها مليح. ودائما نقول لكم نتوما تشوفوا اي فيديو من فيديوهاتي يسعدني ويفرحني انكم تفرحوني بجام، ربي يفرحكم. ما حبيتيش اختيتي خذي راحتك، ادي الوصفه، مهم تنجحي وتجربيها وتجيك بنينه. عندي هذه هي الحاجه الدنيا وما فيها كي تفرحي انتي بالوصفات. فوالا البنات، هنا رايحه نزيد كاس تاع فارينه. قلت لكم كي تحسوا بلي هذيك العجينه منفصله المارغرين على البيض وباقي المكونات، عادي حطوا لها كاس تاع فارينه، 2 اكياس تاع خميره الحلويات وخلطوها. هنا غير تبداو تخلطوا فيها، تحطوا لها في الفارينه، راهي رايحه تسقم روحها وتولي لكم عجينه هايله. ها دوك هنا نحبس الخلاط، نزيد الكاس الثاني والثالث ونبدا نجمع. انا بالنسبه هنايا ادات لي البنات 5 كيسان وملعقه. فوالا نتوما ديروا 4، بعد بداو تزيدوا بالعقل. يعني قلت لكم انايا المقادير المضبوطه هي 5 كيسان زائد ملعقه كبيره. انا هنا البنات نكمل كيما قلت لكم، تحصل على عجينه طريه، تكون عجينه هكا ماشي طريه بزاف وماشي شويه. نجمعها ونرجع باش نكملوا الوصفه مع بعض. ها هي البنات هنا بعد ما جمعتها. بالنسبه للحشو عندي كاس ونص تاع كاوكاو محمص ومرحي متوسط. انا درت بالقشور، انتي ليك الاختيار، حمريه مليح ورحيه متوسط. عندي كل 2 ملاعق كبار تاع مربى يقابلهم 2 ملاعق كبار تاع مزهر. هنا كي تبداي تجمعي في هذا الخليط تاع الكاوكاو، حطي 2 ملاعق معجون تاع المشماش، 2 ملاعق تاع ماء الزهر، وراكي تخلطي حتى تتحصلي على حشو يكون معسل، يجي بزاف بنين هذا الحشو البنات في هذا الكاطو. فوالا هاني تحصلت على هذاك الحشو اللي راني نحوس عليه، خلاص حطيته بجيه وجست هنا العجينه.
بالنسبه للعجينه البنات راح نقسمها على 2، قسموها كيف كيفه، تحبوا توزنوها وزنوها، لكم الاختيار. ها انا نشوف برك اذا جاوني قد فوالا، هكا نشوف فيهم باللي كيف كيف. رايحه نفتح العجينه، تحبي في كيس بلاستيكي ولا تحبي هكا في فوق ورق الطهي، ليك الاختيار. تحبي ما تخسريش ورق الطهي ديري كيس بلاستيكي ديري. فوالا هكذا نفتحها على قيس السنيوه. انا عندي السنيوه اللي مالفين دائما نخدموا فيها 25 على 30 سنتيمتر، هذه ما تدهنيها ما والو. حطي الطبقه الاولانيه فوالا، نسقمها مليح فوالا. نزيد الطبقه الثانيه اللي درتها تاع الحشو تاع الكاوكاو وباقي المكونات، هذه برك راني نتحف فيها مليح. رايحه نحطها كحشو. شوفوا لي كيفاش طريه، اذا حسيتوها نشفت شويه زيدوا لها شويه تاع معجون وشويه تاع مزهر. المهم العقده ما تكونش يابسه البنات، تكون طريه. ونمشيها كامل هكذا، نمشي هذا الحشو ونزيد الطبقه الثانيه عادي البنات. من بعد الطبقه هذيك اللي من فوق راني حنفتحها ونزيدها من فوق كيما المره الاولانيه. ورايحه ندخل هذا الكاطو يطيب. نسخن الفور من قبل بربع ساعه، خليه يسخن مليح. سختو في الشتا لازم نسخنوا الفور مليح. راح يطلع هذا الكاطو تشوفوه مع الاطراف باللي تحمر. زيدوا الشعلوا له من الفوق البنات، ياخذ لنا لون ذهبي. من بعد طفوا عليه، ما تخلوش البنات بزاف يطيب حتى يولي كامل ناشف، لا لا عادي جدا، غير تشوفوه حمر مع الاطراف هو اصلا ما فيه والو. عاودوا شعلوا له من الفوق، وقبل ما تدخلوه للفرن البنات ديروا له ثقوب بالفرشيطه ولا حاجه هكا باش تتنفس لكم العجينه. ها هي طريقه سهله مهله. فوالا البنات، انا نروح ندخلو الفرن ساخن على 180 درجه، ندخلو يطيب ونرجع لكم باش نكملوا التزيين. وبالنسبه للكاطو تاعنا البنات شوفوا شحال ساهل، خليته طاب قلبته عادي وراني نقطع فيه. بزاف بنات يحبوا يشوفوا طريقه التقطيع، انا قطعته مربعات. نتوما شوفوا البنات اذا تحبوا تسهلوا على رواحكم، هنا برك وريت لكم الحشو كيفاش يجي. تحبي تسهلي على روحك ديري له من الفوق الشوكولا وقطعيه، وديري له خطوط هكا بشوكولا بيضاء ولا بنفس الشوكولا وقطعيه. حبيتي يجيك تزيين الشباب اكثر هكا بهذه الطريقه، قطعيه مربعات بعد ما يبرد اكيد، وديري له الكلاصاج تاع الشوكولا كيما درتو لكم انايا. هو شويه يشد اليد بهذه الطريقه. اللي تحب حاجه سهله ما عليها غير دير له، يعني قلت لكم 200 غرام تاع الشوكولا فيها 2 ملاعق كبار تاع زيت، فرشيهم من الفوق وقطعي وسهلي على روحك، ليك الاختيار. بالنسبه للتزيين البنات رايحه ندير له تزيين بسيط. شفتوا لي شوت اللي بقاو لي منه من في هذا الكاطو، هذاك الفتات اللي طاح لي، شديته رحيته في الاشواغ، زدت له ملعقه تاع كاكاو بني مر ورحيته في الاشواغ. كانوا بقاو لي هكا شويه تاع لي شوت مع الاطراف، هذاك الفتات اللي طاح درتهم في الاشواغ، رحيتهم مع ملعقه تاع كاكاو باش يتبدل لي لونهم. ورايحه ندير لهم التزيين مع الاطراف. مليك هادو هما. وانا هنا رايحه ندير، قلت لكم هذوك الاطراف نغطيهم كامل، ما حبيتيش تغطيهم تقدري ما تغطيهمش هكذا. ها شوف هنا برك جاتني صعيبه في التصوير، عاودت بدلت الزاويه تاع التصوير هكا خير ووريت لكم. انا هنايا البنات خلاص رايحه نكملو كامل بنفس الطريقه، ندير له مع الاطراف بهذا الشكل هكذا ونخليها تنشف هذيك الشوكولا، نزيد لها تزيين بسيط ونوريها لكم. فوالا البنات، هاوليك الكاطو تاعنا تاع نهار اليوم، كاطو بزاف بزاف رائع. صدقوني غاليتي بنين بنين، يقطع كميه ما شاء الله، ماشي هذا هو كامل، هذا النص ومازال لي نص واحد اخر. ما تكبروهمش البنات، مع الكلاصاج تاع الشوكولا والتزيين حتولي لكم الحبه كبيره. ونجوز باش نقسم لكم حبه الكاطو تشوفوها كيفاش تجي طريه طريه البنات مع هذيك الحشو، ما عندي ما نوصف لكم. فوالا البنات هاي ليك. زدت لها انا برك هاد القلوب من الفوق، عم يتباعوا 25,000 نورمالمون، فيهم 20 ولا هكذا تقريبا، 20 ولا 25 والله ما شفيت. المهم في باكي هكا يسوى 25,000. وهنا قسمتها لكم، شوفوا لي كيفاش تجي البنات بزاف بزاف رائعه.
هذا هو الكاطو تاعنا تاع نهار اليوم البنات. انا راح نكمل نقسمه لكم باش تشوفوه. نتلاقى بكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غاليتي، في فيديو جاي ان شاء الله. ما تنساوش باش تدعموا هذا الفيديو بجام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غاليتي، في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.